تخيلي معايا كده ان انتي رحتي لمدربه قلت لها انا عايزه اظبط جسمي وابقى كيرفي، قالت لك زي الفل سيبيلي نفسك. فجاه بتشيلك اوزان، فجاه لقيتي جسمك بيعرض وبيكبر وبينفش لحد ما تحولتي بقيتي راجل. ابص لروحي فجاه لقيتني كبرت من المفاجاه. ايه بس كده؟ نقف ننزل تحت دلوقتي في الكومنتس حالا وقولوا لي لو حصل معاكم موقف شبه ده هتعملوا ايه. مبدئيا كده استحاله حاجه شبه دي تحصل، استحاله. ولو حد ضحك عليكم وقال لكم ان في حاجه شبه كده حصلت قولوا له غلط، استحاله استحاله. واستنوا معايا لحد اخر الفيديو هتعرفوا تفسير كل ده ايه وليه استحاله ده يحصل. نيجي بقى للسؤال اللي يوميا بيتكرر. كلاينت بتيجي بتقول لي انا عايزه اظبط جسمي كيرفي وعايزه اشيل حديد، بس انا خايفه من ان انا يبقى عندي عضلات شبه الولاد. طبعا ظهور البيج ياسمين خلى السؤال ده بيطرح اكتر من مره، والبنات خايفه جدا ان جسمها يعضل ويبقى شبه الولاد. طيب انا هشرح لكم هفسر لكم الفرق اصلا ما بين تكوين الراجل وما بين تكوين الست او الذكر والانثى. الفرق ما بين الراجل والست انا هبسطها لكم في 3 حاجات. اول حاجه العضلات، تاني حاجه الدهون، تالت حاجه وهي الهرمونات. طيب رقم 1 والعضلات. طبعا ربنا خلقنا كلنا سواء كان راجل او ست عندنا عضلات. والعضلات دي ليه؟ العضلات دي عشان جسمنا يتحرك ويبقى فيه نشاط. العضلات دي بتبقى موجودة في الراجل بنسبة أكبر من الست، بتبقى موجودة في الراجل بنسبة 44%، لكن في الست بنسبة 33%. وطبعا بتختلف من شخص لشخص على حسب هو بيتمرن ولا لأ، وجسمه حجمه ده بيختلف على حسب كل شخص وتاني. بما ان الراجل نسبة العضلات فيه اكبر من الست، فاحنا كده لو جبنا شخصين بيتمرنوا راجل وست اتمرنوا وابتدوا في نفس الوقت، الاتنين هيحصل بناء عضلي زي بعض بالظبط. ولكن بما ان الراجل نسبة العضلات عنده اكبر فهو هيعلى اكتر، نسبة العضلات عند الست اقل فهي هتعلى بس اقل من الراجل، لان الاتنين ابتدوا بنسبة مختلفة. كمان الالياف العضليه عند الراجل وعند الست بتبقى متكونه من حاجتين. احنا عندنا الياف عضليه بيضاء والياف عضليه حمراء. الالياف العضليه البيضاء دي مسؤوله عن البناء والحجم، ان هو يبقى فوليوم كده كبير. لكن الالياف العضليه الحمراء بتبقى مسؤوله عن التحمل. ونيجي هنا ان الالياف العضليه الحمراء بتبقى موجوده عند السيدات اكتر بكتير من الالياف العضليه البيضاء. معنى كده ان السيدات بتبقى عندها قوه تحمل اكتر، يعني ممكن في التمرين تعمل عدات اعلى بوزن قليل. نيجي بقى في الالياف العضليه البيضاء بتبقى موجوده عند الرجاله بنسبه اعلى بكتير من الالياف الحمراء، وبالتالي عنده البناء العضلي وحجم العضله بتبقى اكبر بكتير من الست. علشان كده هو يقدر يتمرن ويشيل اوزان عاليه، عشان كده الراجل بيبقى حجمه اكبر والقوه العضليه عنده اكبر بكتير من الست. نيجي لرقم 2 وهي الدهون. الدهون عند الراجل بتبقى النص تقريبا عن الست. الست بتبقى عندها نسبة الدهون أعلى الضعف من الراجل. طيب ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان العضلة عند الراجل بتبقى ما فيهاش دهون، وبالتالي بيبقى شكلها متفصل وواضحة، غير السيدات بتبقى العضلة عندهم متغطية فبتحسها كده زي ما بنقول مثلا الكيرفي. علشان كده البنات لما بتيجي تلعب وتتمرن بتغطي العضلة وبيبقى شكلها حلو، بتبقى كيرفي فعلا. لكن الولد خالص بتبقى العضلة متشرحة كده وباينة، والفوليوم بتاعها بيبقى واضح. عشان كده انا بخلي الكلاينت بتوعي البنات نسبة دهونهم ما تقلش عن 20%، عكس خالص الراجل نسبة دهونه كل ما بتقل بيبقى احسن ليه. تالت حاجة وهي الهرمونات. الهرمونات عندنا هلخصه لكم في 2 واهمهم هما 2: الاستروجين والتستيرون. التستيرون ده بيبقى موجود بديهيا كده عند الراجل، بيبقى موجود عند الراجل اعلى 15 مرة من الست. على فكرة هما الاتنين موجودين في الراجل والست، بس الفكرة ان هو بيبقى اعلى من الستات 15%. على عكس الاستروجين بيبقى موجود زيادة 9 مرات من الموجودة عند الرجالة.
بالتالي الراجل هتلاقوا في صفاته صوته خشن، عنده دقن وشعر زيادة، هتلاقي عضلاته تخينة وكبيرة وحجمه كبير وقوته العضلية كبيرة، على عكس الستات هرمون الاستروجين انثوي اكتر، فتلاقيها ليدي كده في نفسها. احنا كده فهمنا ان اي لخبطه في الهرمونات سواء كان في الراجل او في الستات هتدخل الاتنين في بعض وهندخل في مصيبه. فبالله عليكم كل واحد يخليه في هرمونه. هنيجي للخلاصه والزتونه من السؤال ده والاجابه عليه، ان لو انتي شلتي اوزان بجسمك كده بحجمك استحالة استحالة تبلقي وتبقي شبه الولاد. بصي كده على اي بنت رول موديل بالنسبه لك او اي ممثله جسمها حلو قوي وكيرفي، هتلاقي في اللايف ستايل بتاعها انها بتتمرن. يعني ده يدل ان التمرين حاجه اساسيه في اي حد جسمه مشدود وحلو جدا. طيب يا كوتش انا عايزه اتفادى ان انا ابقى بيج ياسمين، عايزه اتمرن واشيل حديد بس ما ابقاش شبه البيج ياسمين، قولي لي بقى هي عملت كده ازاي؟ بصوا بقى، الموضوع مش هيخرج غير من حاجتين مالهمش تالت. اول حاجه وهي طفره جينيه، هي اتولدت كده سبحان الله مايله اكتر بقى للجينات الولاد، وان هي تبلق وتشيل اوزان والكلام ده زي ما هي ما بتقول. وده انا استبعده تماما لانها طفره موجوده 0.01، يعني حد موجود كل فين وفين من الاشخاص، وده طبعا استبعده تماما. مع كمان ان هي ماشيه على نظام غذائي محسوب بالسنتوف، وكمان ماشيه على برنامج تدريبي مظبوط جدا، وده برضو استبعده تماما لان هي كمان قالت ان هي لا ماشيه على نظام غذائي ولا كمان ماشيه على برنامج تدريبي، هي بتدخل كده صباح الفل 1 2 3 4. فالكلام ده انا استبعده تماما. ولو هي اتولدت فعلا عندها الطفره الجينيه كده، كان زمانها من اول ما اتولدت بقى، من وهي صغيره وهي طالعه كده. لكن لو بصينا على الصور القديمه هنلاقيها طبيعيه جدا، يعني بنت طبيعيه جدا، اذ فجاه كده طلع لها طفره جينيه الله اعلم. نيجي بقى للحاجه رقم 2 واللي الصراحه يعني الله اعلم بقى. الحاجه دي وان هي مزوده هرمون الذكوره في جسمها، والهرمون ده كده كده عادي بره، ممكن البنات كلها بتوع كمال اجسام بياخدوه عادي، لكن في مجتمعنا هنا ما اظنش ان ده ينفع، وما اظنش ان احنا نسمح بحاجه زي كده، وعلشان كده هي طلعت فجاه، يعني حاجه غريبه على مجتمعنا. فانا برجح ان هي تكون واخده هرمون ذكوره ومعليه الهرمون ده قوي في جسمها، علشان كده البناء العضلي والقوه العضليه عندها اكبر بكتير من الطبيعيه. يبقى يا بنات ما تقلقوش، هي لعبه في هرموناتها وش. استحاله استحاله بنت طبيعيه تتمرن توصل لكده، استحاله، يعني بجد استحاله. كده يا بنات هكون شرحت لكم ان استحاله جسمكم هيبقى شبه البيج ياسمين، وان تمرنوا وشيلوا اوزان وروحوا الجيم وما تخافوش، اتمرنوا براحتكم. بالعكس الجيم والتمرين مهم جدا جدا ليكم. هستناكم تقولوا لي رايكم في الموضوع حلقتنا النهارده، وكمان هستنى منكم تقولوا لي عاوزين اتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يلا لايك للفيديو وهستناكم في فيديو جديد. باي باي.